بيبدأ فيلمنا مع واحدة بتحكي قصة لأم ولدت بنت حلوة، لكن البنت دي بتكون مريضة ومرضها ما له علاج، فبيروح بيها أبوها عرافة بيقولوا إنها بتعالج أي مرض، والعرافة دي في الأصل ساحرة بتقدر تعالج البنت لكن بتهديها قوى مظلمة، ولما بتكبر بتقدر تتنبأ لأي حد بمستقبله، فبيروحوا عندها كل اللي في القرية عشان تتنبأ ليهم بمستقبلهم، لكن كل اللي بتتنبأ بيه حاجات وحشة، فبتبطل الناس تروح عندها. بتكبر البنت وبتكبر القوة دي معاها، وبتصير تقدر تقتل وتأذي أي حد بمجرد تفكر فيه، فبتقتل أبوها اللي بيكون حداد. بتخاف أمها منها فبتقرر تبعدها من القرية، فبترسلها لوحدها تعيش في الغابة، بس البنت بتلاقي طريقة تأذي بيها الأطفال الصغيرين، فبتقدر تستدعيهم للغابة وبتخليهم يدخلوا في حفرة عميقة ويموتوا فيها. بعدها بنشوف هنا بنت اسمها جريتل، وهي كمان سمعت بقصة البنت المسحورة، وجريتل دي عندها أخوها صغير اسمه هانسل. بتروح معاه لبيت واحد عايزة تشتغل عنده مدبرة منزل، وبتقول له ينتظر برا البيت لحد ما تخلص مقابلتها مع الراجل. بيستجوبها الراجل ده عن حاجات كتير، وبيقول لها لازم يكون عندك اتيكيت في التعامل وكده، لكن بيكون عايز يستغلها بحاجة تانية، فبترفض تشتغل عنده وبتخرج من البيت. بيسألها هانسل إذا انقبلت في الشغلانة، بتقول له لا، وبيرجعوا لبيتهم. بتسمع أمها إنها رفضت تشتغل عند هداك الراجل لأنه كان عايز يستغلها، بس أمها بتعصب عليها وبتقول لها ما كان عندك حد ترفضي، لأنه إحنا ناس فقراء ومحتاجين الفلوس، لو مش هتشتغلي اخرجي برا بيتي. وشوية بتهجم عليها بفاس وعايزة تقتلها هي وأخوها، فبتهرب مع هانسل برا البيت وبيوصلوا للغابة. بيقول لها أخوها ما عندنا مكان نبات فيه. بتقول له جريتل لو رجعت للبيت ماما هتقتلك، خلينا نروح عند الأرملة اللي بتعيش قريب من هنا ونطلب منها أكل ونبات عندها الليلة. بيوصلوا لبيت الأرملة لكن بيكون فاضي، وبيقرروا يناموا هناك، لكن بيطلع لهم راجل مجنون وبيلاحقهم، وفجأة بيقتلوا راجل غريب. بيرجعهم للبيت وبيكون صياد، وبيقول لهم إنه حيساعدهم يلاقوا مكان يسكنوا فيه وكمان يلاقوا شغل. فبتسأله جريتل إذا عايز حاجة في المقابل، بيقول لها أنا عايز أساعدكم وبس. في الصباح بيديهم خريطة للمكان اللي لازم يروحوا له. بينطلقوا لطريقهم في الغابة، وطول الطريق بيسألها هانسل أسئلة غريبة عن حاجات كثير، وهم ماشيين بيشوفوا ظل لامرأة وبيخافوا منه. في الأخير بيتعبوا من المشي وبيحسوا بالجوع لأنه ما أكلوا من فترة. بيشوفوا فطر وبيقرروا ياكلوه، لكن الفطر بيكون سام وبيسبب لهم هلوسة، وبيجلسوا يضحكوا على أي حاجة. وشوية بتسمع جريتل صوت واحدة بتناديهم من بعيد، بتتبع الصوت لحد ما بيوصلوا للبيت. بيشم هانسل ريحة أكل وبيتجنن وعايز يدخل للبيت ده، بس بتمنعه جريتل وبتطل من الشباك. بتشوف طاولة مليانة أكل ومش جالس عليها أي أحد، فبيدقوا الباب ولكن ما في أحد بيفتح. بيقدر هانسل يفتح واحد من الشبابيك ويدخل للبيت. بيروح ياكل من الطاولة وجريتل مراقباه. فجأة مرة عجوز بتظهر من العدم وبتمسكه. بتترعب جريتل على أخوها وبتحاول تدخل للبيت بأي طريقة، ولما ما بتقدر بتقرر تشعل نار وتحرق البيت، لكن بتخرج المرة العجوز من الباب ومعاها هانسل وبترحب بيها وبتدخلها للبيت. بتكون العجوزة طيبة معاهم وبتخليهم ياكلوا من الأكل لحد ما بيشبعوا، وبتقول جريتل للعجوز إنهم حيباتوا بس الليلة عندها وفي الصباح حيكملوا طريق. بيناموا نوم عميق، وجريتل بتحلم بحلم غريب. بتشوف أطفال محتجزين في مرايا وبتاكلهم أمهم بدون رحمة. بتصحى في الصباح وبتكون مش مرتاحة للعجوز وخايفة إنها تحتجزهم في البيت وما يقدروا يطلعوا منه، فبتطلب منها على الأقل تساعدها شوية في شغل البيت، وده امتنانا على مساعدتها ليهم. بتقبل العجوز بالطلب ده، فبتاخد هانسل وبتعلمه كيف يبرد الفاس ويستخدمه. أما جريتل فبتساعدها جوا البيت وبتوريها كتاب عن الأعشاب عشان تتعلم منه. وفي المساء بيلعب هانسل الشطرنج مع جريتل، وبتقول لهم العجوز إنه يمكن تهب عاصفة الليلة. بعدها بيناموا. بتحلم جريتل بالبنت المسحورة وهي بتدخل لغرفة بيضاء، فبتتبعها وبتشوف جثث محطوطة جنب بعض ومغطاية، وبعدها بتصحى. بتروح في الصباح تغسل شوية ملابس جنب النهر، فبتلاحظ ألعاب أطفال مرمية تحت الحجر، فبتستغرب لأنه ما في أطفال صغيرين في المنطقة دي. بتبدأ تتساءل عن الأحلام اللي بتشوفها، هل سببها الأكل الكتير اللي بتاكل الأيام دي، ولا هي علامات عن خطر كبير أنا فيه. بتحاول تقنع أخوها إنه خلاص لازم يخرجوا من هنا ويكملوا طريقهم، وإنه العجوز دي مريبة. بتتساءل من وين بتجيب الأكل ده والحليب واللحم، وما في أي حيوانات في الغابة ولا عندها حظيرة، وكمان ما في قرية قريبة من هنا.
لكن هانسل بيشوف إنه ما في مشكلة يسكنوا مع العجوز دي لأنه بتعاملهم كويس. بيكملوا يومهم كالمعتاد. هانسل بيخرج يقطع الخشب وجريتل بتساعد العجوز في البيت وهي بتنظف. بتحتاج قطعة قماش نظيفة فبتقول لها العجوز تفتح الخزنة وتاخد واحدة جديدة، لكن بتكتشف جريتل باب صغير مخفي في الخزنة فبتناديها العجوز وبتقول لها إنها عايزة توريها حاجة. بيجلسوا على الطاولة وبتسألها عن أحلامها وهل بتحلم بشيء معين. بتقول لها جريتل إنها في أيام بتحلم وأيام ما بيجيها نوم. بتديها مرهم تدهن في إيديها وبتطلب منها تأمر العصا. بتأمر جريتل العصا وبتوقف لوحدها فبتقول لها العجوز إنه عندها قوة سحرية والعصا دي صارت ليكي. أما هانسل بيكون بيتمشى في الغابة فبيشوف شجرة عليها علامة سحر وفجأة بيطلع له ظل الساحرة وبيقول له يفتح كوخ العدة ويبرد المنشار. فبيعمل هانسل الكلام ده وجريتل بتخرج برا وبتجرب قواها السحرية. ووقت العشاء بيرفض هانسل ياكل وبيقول لجريتل إنه مش مرتاح للعجوز وخايف منها وعايز يطلع من البيت ده. بتكون جريتل متغيرة بعد ما اكتشفت قواها السحرية فبتعصب على أخوها وبتخرجه برا البيت وبتقول له يروح لو عايز. بيختفي هانسل في الغابة وبتصحى جريتل من نومها وفاكرة اللي شافته كان بس حلم، لكن ما بتلاقي أخوها في سريره فبتخرج برا تدور عليه ولكن ما بتلاقيه. بتحكي للعجوز اللي حصل وبتقول لها إن هانسل صغير على إنه يروح يمشي في الغابة لوحده. وبتقضي اليوم كالعادة وبعد العشاء بتطلب منها تحضر لها حاجة تساعدها تنام عشان تصحى بدري وتروح تدور على أخوها. لكن بعد ما بتشربوا جريتل بترجع كل حاجة بعدها بتنام. بتحلم إنها فتحت الباب اللي لقته في الخزنة وبتنزل في الدرج وإلا بتلاقي نفسها في الغرفة البيضاء وأخوها هانسل قاعد في الزاوية وما بيتحرك. بتحاول تاخده معاها لكن بدون فايدة. وفجأة بتظهر ساحرة شابة وإيديها نفس إيدين العجوز وبتشوفها وهي بتحضر الأكل اللي كانوا بياكلوه من أجزاء جثث الأطفال. بتصحى جريتل مرعوبة وبتتأكد إنه اللي شافته في حلمها حقيقة. بتحاول تتصرف طبيعي لأنه العجوز حاجزة أخوها ولازم تطلعه من هناك. وبتخرج العجوز برا البيت فبتفتح جريتل كتاب الأعشاب وبتحاول تلاقي فيها حاجة تقتل بيها الساحر العجوز. بتحضر شاي مسموم وبترجع العجوز للبيت وبتجلس معاه على الطاولة وقبل ما تشرب الشاي بتسألها كيف تقوي قواها السحرية. بتقول لها بتقبلك لنقاط ضعفك. بتسألها ثاني إذا أنت كان عندك نقاط ضعف. بتقول لها كان عندي في الماضي وبتقول لها إنه نقاط الضعف زي السم لازم تشرب السم عشان تكوني مناعة ضده وما يصير يأثر عليكي. بتستغرب جريتل من كلامها وبتبدأ تاكل في حلا هي محضراه وبتخرج من فمها خصلة شعر أشقر طويلة جدا وبتحطها على الطاولة. فبتسألها جريتل إيش عملتي بأخويا. بتقول لها أنا بس زحته من طريقك لأنه هو نقطة ضعفك، هو السم اللي لازم تشربيه. بتقول لها جريتل هو الوحيد اللي بقالي في الدنيا دي سيبيه وأنا حبقى معاكي هنا. بتقول لها إنها ما تقدر وكل اللي بقى من أخوكي هو إنه يتحول لأكل. بتتصدم جريتل وتقول لها العجوز أنا بحسدك على شبابك وحياتك قدامك وتقدر تعيشيها، أما أنا مش متذكرة السنين اللي مرت وأنا بعمل اللي بعمله. بتشرب الشاي المسموم وبتسألها ليش عايزة تقتليني. بتقول لها جريتل أنا ما راح أعمل اللي بتأمريني بيه وأنا ما بشبهك. بتقول لها أنا وياكي مصنوعين من الشر وده اللي أعطاك قواك السحرية مش أنا. وبعدها بتحكي لها قصة بنتها البنت المسحورة كانت جميلة لكن الشر اللي جواها أخذ كل حاجة مني وقتلت زوجي، فقررت أبعدها عني وعن أخواتها وأرسلتها للغابة للمكان اللي فيه أصل شرها، لكن ظلت تلاحقني في عقلي وأفكاري حتى بشوفها بأحلامي. فاستسلمت ليها وأكلت أطفالي ورحت للغابة وبنيت لي البيت ده. بتصحى جريتل وبتلاقي نفسها في الغرفة البيضاء وإيديها مربوطين وقدامها صحن كبير وشوكة وسكين عشان وليمة هانسل. بتظهر الساحرة بشكلها الشاب وبتاخد هانسل للمحرقة وجريتل بتحاول تفك إيديها عشان تلقط أخوها لكن ما بتقدر. فبتشوف العصا السحرية وبتحاول تستدعيها وفي آخر لحظة بتقدر تأمر العصا تضرب الساحرة وبتتحرق بالنار. فبتحرر إيديها وبتخرج أخوها من هناك. بيكون تعبان جدا فبينام ولما بيصحى الصباح بتقول له إنه لازم يروح من هنا ويلاقي طريقه لوحده. وبتركبه على حصان وبياخده لقريتهم القديمة. بيروح لبيت أمه وبيلاقيه فاضي والفأس اللي كانت حتقتلهم بيه لساته في مكانه فبياخده. أما جريتل بتسكن في بيت الساحرة وبتشوف أشباح الأطفال اللي أكلتهم الساحرة وهم بيغادروا الغابة وشوية بتتحول أصابع إيديها للون الأسود نفس إيدين الساحرة العجوز وده معناته إنها أخذت قواها. ولكن بتوعد نفسها
لها إنها مش حتثق بقوة الشر وإنما حتثق بنفسها، وده الفرق اللي بيكون بينها وبين الساحر العجوز. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك والشير والسبسكرايب للقناة. باي باي.